السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده اول حلقه من حلقات ازاي نتعامل مع المشاكل العاطفيه اللي بتواجهنا كلنا. اول حاجه اي مشكله عشان نحلها لازم نعرف ليه المشكله دي بتحصل. فعنوان حلقتنا النهارده ليه بنحب. لو عرفنا احنا ليه بنحب هنقدر نتحكم في نفسنا فتقل مشاكلنا العاطفيه. اول سبب اللي يخلي انسان سواء ذكر او انثى يميل للجنس المخالف ليه التطور. يعني ايه التطور؟ يعني بكل بساطة كده الرغبة في إنتاج جيل أكثر ذكاء، أكثر جمالا، أكثر قوة. فدايما الواحد لما بيجي ينقي شريك حياته بينقي مين؟ الأجمل، بينقي الأذكى، بينقي الأغنى. وحسب البيئة اللي أنت جاي منها، حسب العيلة اللي أنت جاي منها يعني بتفضل حد عن حد. يعني ممكن واحد يشوف واحدة جميلة بس ذكائها مش كبير، واحدة تانية ذكية جدا بس جمالها مش كبير، هو البيئة بتاعته بتفضل الأذكى فيختار واحدة أذكى. والعكس صحيح كذلك يعني. هي في الآخر اسم، كل واحد بياخد نصيبه اللي ربنا كاتبهوله. فده أول سبب الرغبة، وربنا خلقنا كده، خلق الإنسان بيكون عنده رغبة في التطور. وإزاي الرغبة دي بتيجي؟ عن طريق إن هو بيميل للجنس الآخر، بيميل يعني ايه ان هو يتجوز عشان يبقى فيه جنس ارقى عن طريق بقى الهرمونات اللي في جسمنا كلنا. النقطة التانية الجنس. في جملة قالها طبيب نفسي تقريبا ويليام جيمس، قال يمارس الرجل الجنس أو يمارس الرجل الحب من أجل الجنس، وتمارس المرأة الجنس من أجل الحب. هو من الآخر كده مش الجنس وظيفته بس إن يبقى فيه جيل أحسن من الجيل بتاعنا، لا كمان بكل بساطة كده الجنس بيؤدي وظائف نفسية. ايه هي؟ أول وظيفة خفض القلق. الإنسان دايما في حياته بيبحث عن حاجتين: وإنه يبعد عن الألم، يعني يخفض قلقه، ويلاقي المتعة، وده بيكون موجود في الجنس. خفض القلق دي النقطة الأولى، ودي خاصة بالذكور والإناث. النقطة اللي بعدها إحساس بالمتعة، لأن ممارسة الجنس بتخلي هرمونات السعادة تشتغل في الجسم. دي نقطة تانية. النقطة التالتة دي خاصة بالإناث، وزي ما بيقول كده ان ايه، ان الراجل ظل راجل ولا ظل حيطه. دايما بيمثل الست مصدر للشعور بالامان. التكوين بتاع الانثى عاده بيكون اضعف من الراجل، فبتحس بالضعف، فبتكون عايزه تحس ايه، ان ليها ايه قوه في الدنيا، فدايما بتلجأ للراجل. ده سبب تاني من اسباب ان احنا ايه بنميل للجنس الاخر. ليه احنا بنحب؟ ليه انا احب واحده وليه واحده تحبني؟ اول حاجه الرغبه في التطور، ودي مرتبطه بالهرمونات وانتاج جيل احسن. تاني حاجه الجنس، وليه غير التطور الجنس بيقضي وظائف نفسيه، خفض القلق، الشعور بالامان. دي نقطه تانية. واللعبه طبعا على ايه؟ على مركز المكافاه، ان بكل بساطه ممارسه الجنس تؤدي الى شعور الانسان بالمشاعر الجميله الناتجه عن عمل مواقع عصبيه زي السيروتونين والدوبامين والاكسيتوسين والاندروفين. كل ده بيفرز في جسمك ساعه ممارسه الجنس. غير كده برضو من الحاجات اللي اتكلم عنها عالم النفس الشهير جدا ابراهام ماسلو في النظريه بتاعته، الحاجه الى الشعور بالتقدير. كلنا بلا استثناء محتاجين، كل واحد عايز يحس ان انا متقدر. زي كده مثلا بيقول لك ايه، قدر تتقدر، تغلط تتقدر. كل واحد بيكون عايز يحس انه متقدر من الناس. انا نفسي احس متقدر. وطبعا كل ما تقدر من انسان جميل، انسان ذكي، انسان غني، كل ما بحس بالسعاده. يعني انا لما يكون قدامي بنتين، بنت جميله وبنت اقل جمالا، بكون عايز مين اللي تقدرني اكتر؟ البنت الجميله. دي نقطه مهمه. فالرغبه الشعور بالتقدير، وبرضه الشعور بالتقدير برضه بيصب في حكايه الهرمونات اللي بتخلي الانسان يحس بالسعاده. لسه قايل من شويه الاسباب معقده دي. الحاجه الشعور بالتقدير
من الجنس الاخر، من انسان جميل بالجنس الاخر، يبقى التطور، ممارسة الجنس والحصول على مشاعر المكافأة، الشعور بالأمان بالنسبة للأنثى، الحاجة للشعور بالتقدير من إنسان زي ما كان بالنسبة لي، يعني إنسان جميل وغني وذكي، دي برضو بتغذي مشاعر المكافأة عندي، بتخليني أبقى حاسس بالسعادة. كل دي حاجات بتدفع لي أنا أحب. جميل لي واحد إنسانة جميلة وذكية ومثقفة وكذا وكذا وكذا. المشكلة بقى بتحصل إمتى؟ اللي أنا ساعة ما أكون الظروف اللي أنا فيها غير مناسبة اللي أنا أحب. كان واحد اسماعيل بيقول لي جملة عجبتني أوي في قصة ما وراء الطبيعة. بيقول ما كنت قادر على الحب ما كنتش معايا فلوس، وما بقت معايا فلوس ما كنتش قادر على الحب. الظروف ان انت بكل بساطة كده ظروفك المادية لا تسمح بإقامة علاقة زواج بالجنس الآخر. دي نقطة. النقطة التانية اللي انت اصلا تحبه ما بيحبكش. شايف بكل بساطة واحد احسن منك، انت بتدور على واحدة دي احسن واحدة بالنسبة لك، لكن اللي انت بتدور عليه شايف احسن واحده بالنسبه لك، هي مش شايفاك انت احسن واحد بالنسبه لها، عايزه تتطور مع واحد تاني تجيب جنس احسن منك. يعني طفل ايه يكون من واحد يعني شايفاه مواصفاته مختلفه عنك. دي النقطه التانيه. فهنا بقى بتحصل المشاكل النفسيه اللي بتكون يا اما رفض يا اما علاقه وبعد كده انفصال. طبعا مشاكل نفسيه بالنسبه للجنسين الذكر والانثى، كل واحد فيهم بيتألم نفسيا. دي النقطه التانيه. طب ايه فايدة ان اعرف ليه انا بحب؟ الفايدة دايما ما احنا نعرف دوافعنا. اول حاجة تعرفها ان المشكلة بتحصل لك مش ناتجة ان انت خسرت عليه، يعني خسرت البنت اللقطة وانت خسرت العريس اللقطة. لا، المشكلة في الحاجة اللي جواكي اللي بتحصل وبتخليكي تنجذب ليه، او الحاجة اللي جواك بتحصل وبتخليك تنجذب ليها. زي ما قلت، الحاجه التطور دي محدش يعرفها كتير غير الناس اللي دارسه احياء قوي، دارسه بيولوجي. انما بقى الحاجه للتقبل، ان انا اكون عايز واحده جميله تكون قبلاني، اكون حاسس انها متقدر، ان حكايه ان ايه التفكير في الامور الزواجيه والجنسيه والكلام ده، هو ده اللي بيوجع عاده. فهي بقى الفكره اللي احنا نعملها ايه؟ احنا نعرف دوافعنا، انا ليه بنجذب، اتحكم في الدوافع دي طالما الوقت مش مناسب. انا ممكن يكون سن صغير على الجواز، دي نقطة. نقطة تانية ان انا ما يكونش معايا فلوس ان اتجوز، دي نقطة تانية. النقطة التالتة ان الشخص اللي بفكر فيه اللي انا شايفه لقطة هو مش شايفه لقطة، نقطة تالتة. فكل دي مشاكل بتقدم للمشكلة العاطفية اللي بمر بيها وتخليني يجيلي اكتئاب واعيش في جو الوسادة الخالية. طب اعمل ايه بقى؟ اول حاجة احلل دوافعي، اعرف انا ليه بنجذب الفلانة. عشان هي جميلة؟ طب هي جميلة، ما في الجميلة زي والأجمل منها. المشكلة إن هي فلانة دي هي اللي بتنشط عندك مركز المكافأة، عقلك متبرمج عليها. في حلقات بقى نتكلم عنها إزاي تتعامل مع حالة انفصال عاطفي، بس ده قدام شوية. إنما إحنا في الأول بنعرف الدوافع، نعرف الأسباب اللي بتخليك تنجذب. دي النقطة. فانا اول حاجه اعرف، عشان ايه ما اعرف اللي بيحصل جوايا، ان دي اللي شايفها نقطه، او يعني ايه شايفها ان هي المفروض اتقبل منها، انها جميله عايزه اتقدر منها. اما اعرف اللي دي اعمل طريقه تانية تخليني احس بالتقدير برضه، بحيث ان انا ايه اتغلب على عامل ايه ان مفيش نصيب معاها. فالفكره الاولى ان انا لما بعرف ان المشكله اصلا ناتجه عن اسباب متعلقه بيا، مش اسباب خاصه باللي قدامي، انها مش يعني مش حكايه ان هي نقطه، لا ده حاجه خاصه بيا انا، دافع جوايا انا، بقدر اعرف الدافع واتحكم فيه. كل ما انت بتعرف اللي جواك تقدر تتحكم في نفسك. ايه اللي بيحصل جواك لما تعرف كده؟ يعني انا اتكلمت في حلقات الاكل، ايه اللي يخليني اعرف اتحكم في نفسي وما اكلش
ان اعرف ان ازاي بخس، ان بكل بساطه لو امتنعت عن الاكل من 10 ل 12 ساعه، اللي بيحصل بكل بساطه ان الجسم يبتدي يحرق سكر الكبد، وبعد من 12 ساعه بيحرق الدهون. دي نقطه. فانا كذلك اما اعرف ايه اللي بيحصل جوايا ساعه ما انجذب لواحده من الجنس الاخر، اللي بيحصل ساعتها ان ايه، بقدر اتحكم في نفسي، اعرف ايه التغير اللي بيحصل. بعرف ان بكل بساطه لما اشوف واحده جميله بينشط عندي هرمونات المكافاه في المخ، وبلاقي نفسي باللي انا ايه، هتجنن عشان تتكلم معايا، اتجنن عشان تضحك لي ضحك. طيب، اتكلمنا عن الاسباب اللي بتخليني انجذب الجنس الاخر، واتكلمنا عن الفايده اللي بتخليني اللي انا من معرفه الاسباب دي. طب نتكلم شويه عن شويه حلول بقى. يبقى اول فايده اللي انا بقى ايه بتخليني اصبر على نفسي، اعرف الدوافع. الفايده الثانيه وغير تحليل الدوافع نعرف نصبر، برضو انه اتكلم عن نقطه الحلول بقى. بالنسبه للانثى، الانثى بيكون الطريقه اكتر حاجه بتجذبها للجنس الاخر هو الشعور بالامان. دي نقطه. النقطه الثانيه المنظره على صحباتها. دايما البنت بتكون متصاحب شله كده، بتكون عايزه اكتر واحد ايه يخليها تحس ان هي احسن واحده في اصحابها. العريس الاغنى، جو السندريلا يعني، الامير الوسيم، يستحق واحده جميله زيها. بكل بساطه كده البنت تعمل ايه عشان تتغلب على الحته دي فيها؟ تعمل زي ياسمين عبد العزيز في الانسه، ما كانت بتلعب كيك بوكس وكل شويه قعدت تقول انا اتجوز واربط نفسي وكذا وكذا، كل شويه بتعمل ركله عاليه كده في الاخر راح ضربت المدرب بتاعها. طبقي مبدا سترونج اندبندنت وومن، يعني المراه المستقله القويه. طبعا مش دعوه للعنوسه ودعوه للاحجام على الزواج، لا، هي دعوه ان انت تقوي نفسك بدنيا، تلعبي اي رياضه، وبالذات الرياضات القتاليه. بتعمل ايه؟ بتخليك تحس بالامان، فبيقل ايه، بيقل تهلهفك على واحد مش مناسب ليكي، وتقعدي ان انت دايما كل ما يقل تلهفك، ايه اللي بيحصل؟ عقلك بيشتغل احسن، تشوفي ده وده 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 لحد ما تلاقي الافضل فيهم. مش اول واحد تشوفي يعني ايه شكله مطابق للمواصفات تندفع ناحيته وهي جوازه وخلاص. ما هو معظم الجوازات بتفشل بسبب ايه؟ ان انا بتسرع في اختياري. دي النقطه اللي بالنسبه للانثى. طب بالنسبه للذكر بقى، بالنسبه للذكر في امور بتخلي الانسان يحس بتقدير الذات، ان انا متقدر. اول حاجه ان انت تساعد الناس المحتاجه. انت ما بتساعد الناس محتاجه بيقدروك، وانت بتحس ان انت عملت انجاز. اصلا في دراسات اتعملت عن الناس اللي بتساعد بتدي فلوس دي، اتبينت بيفرز عندهم هرمون اسمه الاندروفين بيخلي الانسان يسترخي. دي النقطه الاولى. النقطة التانية اليوجا. مارس اليوجا دايما. كل ما تمارس اليوجا تفرز برضو عندك هرمونات الاسترخاء والسعادة، وبتلاقي نفسك هادي وريلاكسد، تقدر تتحكم في نفسك لما تشوف بنت حلوة. طبعا انت عارف الظروف مش مناسبة انك تعمل اي ارتباط، تمارس اليوجا. يبقى مساعدة الناس بتخليك تحس بالانجاز. انك تمارس اليوجا، تمرينات الاسترخاء زي التنفس العميق، التمرين ده اتكلمت عنه كتير قبل كده. غير كده برضو انك، وهقولها تاني النقطة دي، تمارس حاجة تلاقي فيها نفسك. هواية مثلا، تعرف ترسم، حاول تنمي نشاطك في الرسم بتاعك، تروح اي قصر ثقافة، تروح عند ورشة رسم، بتعرف تغني، بتعرف تمثل، عندك موهبة في الاختراع. جروبات كتير بتضم المخترعين الصغيرين. فانت بتلاقي نفسك في حاجه وتندفع فيها، بتحس بالتقدير اللي انت مفتقده. انت التقدير ده حاجه من اتنين، يا اما الناس يقدروك، وبالذات طبعا يكون من الجنس الاخر، يا اما انت بتقدر نفسك. طب انا لقيت هوايه بلاقي فيها نفسي، بقدر نفسي جامد، بيقل ساعتها حاجه ان اللي قدامي يقدرني، خلاص انا متقدر، مش محتاج حد يقدرني. انا مش شايف نفسي احسن فعلا، متفوق في حاجه عن اللي حواليا. ايه غير كده برضو؟ ممارسه الرياضه.
بالنسبه للانثى قلت عشان الشعور بالامان. طب بالنسبه للذكر، اما انت تمارس رياضه كتير، اللي بيحصل بكل بساطه بتعتدل نسبه الهرمونات في جسمك. ما هي الحكايه برضو فيها ايه، هرمون التستوستيرون بيكون عالي جدا. طبعا لما بمارس الرياضه نسبه الهرمونات بتعتدل، تقدر تتحكم في نفسك. لان انت في الاخر ما يكون هرمونات عندك زياده جدا، بتنجذب للجنس الاخر بسهوله وما بتقدرش تتحكم في نفسك. يبقى الشق الاول في المشكله اللي احنا بنتكلم عنها، اني اتحكم في دافع الحب عندي. دوافع الحب اللي هي الرغبه في التطور، الرغبه في ممارسه الجنس، الرغبه في الحصول على التقدير من الاخرين. دول اهم 3 اسباب، وقلت طرق التحكم فيهم بالنسبه للذكر وبالنسبه للانثى. طالما الوقت غير مناسب، اولا الشخص اللي قدامي ده ممكن يكون شكله مناسب، لكن ما بقرب منه لانه هو انسان مش مناسب، لانه انسان يعني للاسف ما عندوش اخلاق كويسه. فانا اتحكم في نفسي، لان مش هقدر اتحكم في الاخرين. مش هقدر الاقي بنت على قدر من الجمال بس سلوكها مش كويس اقدر انا اعدل لها سلوكها، دي تربيتها اصلا كده. لكن اقدر اتحكم في نفسي لا ما اندفعش ناحيتها. وكذلك الامر بالنسبه للبنت، انت تشوف واحد ممكن يكون شكله انسان جذاب فعلا، لكن في نفس الوقت بكل بساطه كده انت ما تقدريش تربيه، لكن تقدر تتحكم في نفسك انك تبعدي عنه. انا بقول لكم الطرق اللي تساعدكم على التحكم في نفسك، وزي ما اتكلمت قبل كده ازاي تتحكم في نفسك لما تشوف اكل او تشم ريحه الاكل. دلوقتي بتكلم عن ازاي تتحكم على نفسك لما تشوفي انسان جميل او انت تشوف واحده حلوه. ده الشق الاول من المشاكل العاطفيه. الشق الثاني بقى اللي انا اتكلم عنه رياضيات الحب. ده بقى باذن موضوع الحلقه الجايه. رياضيات الحب بقى هي من الاخر قواعد تطبقها لما تيجي تدخل اي علاقه. القواعد دي ما تلاقيها ماشيه في اتجاه معين، اتكل على الله وجرب وشوف نصيبك. لقيت القواعد ماشيه في اتجاه السالب، لف واهرب. ده بقى موضوع الحلقه الجايه ان شاء الله. عن اذنكم دلوقتي.